خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على سيدنا الفاجرين القائل عليه الصلاة والسلام: من عظمت عليه مصيبته فليتعزى بمصيبته بي، فما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. الله أكبر. ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا مخلدا. الله أكبر. ولكن قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله: كل نفس ذائقة الموت. وهذه الآية مع أنها حقيقة مسلمة في القرآن الكريم تكررت في كتاب الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وسنة الله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وكما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عز: إن لله ما أعطى ولله ما أخذ. وشهادة الناس بالخير بشارة خير كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جيء بجنازة رجل من الأنصار وأثنى الناس عليه خيرا قال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. وجيء بجنازة منافق كان يؤذي المسلمين فتكلم الناس عنه بشر فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت. قال عمر رضي الله عنه: ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت فتثنون عليه خيرا إلا أوجب الله له الجنة، وما من أحد يموت فتثنون عليه شرا إلا وجبت عليه النار. أنتم شهداء الله في أرضه. والحديث مخرج في صحيح البخاري. والشيخ كما عرفناه وكما عرفناه داعي إلى الله تعالى رافعا لواء التوحيد ما حاد أبدا ولا مات ولا مال عن دعوته، الذي ظل يدعو إليها وينافع عنها ويدافع عنها طيل سنواته. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وتغمده الله برحمته واسعة. وها هو الشيخ رحمه الله تعالى وقد أفنى حياته في طاعة الله في الدعوة إلى الله عز وجل حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وكان آخر وصاياه التي عهدنا منه الحفاظ على التوحيد والدعوة إلى التوحيد ودعوة إلى تصحيح المعتقد. هذه آخر وصايا الشيخ رحمه الله تعالى. وظل دائما يوصي بمحاربة البدع ومحاربة الخرافات، وكان يوصي أن لا يجعل له المأتم ولا يقام عليه المأتم والسرادق والصوانات. هذه وصاياه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا حسنا ويتغمده برحمته الواسعة وأن يرحمه رحمة من عنده. وها هو ابنه عبد الرحمن، ابنه الأكبر عبد الرحمن أبو زيد، فنسمع منه إن شاء الله تعالى. بعدك يا شيخ. تكلم بعدك. كل نفس ذائقة الموت. أين يا شباب؟ اللي قلتوا هنا أنتم سائلين بس جيبون، أنا ما بعيد. 4 طوبات سالمات يا شباب جيبون. جيبوا 3 طوبات سالمات. خلاص احنا قاعدين يقطعها الإنسان في هذه الحياة رحلة ذهاب وإياب، ونحن الآن نشهد رحلة الإياب إلى الله تبارك وتعالى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لنا في عزائنا في أمواتنا أننا فقدنا من هو أعز علينا منهم، فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. ولكنها سنة الله في خلقه، أيام تمر وتنقضي وأعوام تسير وتنتهي ونهاية. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. لا ترجعوا بعد موت الشيخ،
يضرب بعضكم رقاب بعض. تكاتفوا، توحدوا، اجمعوا كلمتكم، وحدوا صفوفكم، ضعوا ايدي بعض على بعض، لا تفترقوا، فان الفرقة خلاف والخلاف شر. السؤال امام الله كبير، وكلنا سوف نرجع الى هذه الحفرة يا اخوة الاسلام، فهي إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، حسب ما نقدم في ساحة الله عز وجل من عمل. نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، اللهم آنس وحشته، وارحم غربته، واغفر زلته، واقبل توبته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ونقدم لكم الآن الحمد لله الذي جعل لنا الآخرة عوضا عن الدنيا، ومن لاح له كما في الآخرة هان عليه فراق الدنيا. ولقد نعم الله تعالى خلقه ولو كان أحد أحق بالخلود في هذه الدنيا لاستحقه نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ولي في فناء الخلق نذر حبر لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تضر وتنقضي، فتفنى جميعا وهو الباقي. كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. هذا سبيل الله تعالى كتبه على الأولين والآخرين. وإن موت العلماء الربانيين والهداة الصالحين هو نقص للأرض بأطرافها، وهم آية في حياتهم وآية في مماتهم. من خلال هذه الحشود التي تدافعت وأتت إلى هذا الموضع لتشهد وداع شيخنا ووالدنا الذي نذر حياته وعمره وجهده خدمة لدينه ودعوته وأمته وبلده، خدمة لعقيدة التوحيد الخالص ولإحياء السنة النبوية ولجمع هذه الكلمة على الأصلين الفارعين على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفت عليه منذ أكثر من 43 سنة حين زرته وأنا طالب في الثانوي، وقدمني للمصلين لأتحدث. كان يشجع أبناءه وتلاميذه ويحرص على أن يعلمهم العلم النافع والعمل الصالح. عهدناه صادعا بكلمة الحق الذي آمن به، لا يجامل ولا يداهن ولا يماري. وكذلك حريص على أن تكون هذه الأمة مستمسكة بكتاب ربها بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، بسلامة قلب وصفاء نية، يجتمع مع كل أطياف هذا المجتمع فيما يعود خيرا وبركة على صلاح الدين والدنيا. هذا ينبغي أن نوثق هذه السيرة العلمية والعملية في مسيرة الدعوة المباركة لهذا الشيخ المبارك، ونحسب أنه كان يشكل من العلامات الفارقة الكبيرة في مسيرة دعوة التوحيد في هذه البلاد. المقام أيها الإخوة، نحن أمام واعظ عظيم لا نستطيع أن نقول معه كثيرا إنه واعظ الموت، إنه الواعظ الصامت الذي يعظنا آخر العمر صغيرا أو كبير، كفن من طرف السوق وشبر في المقابر. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن ينزل عليه شآبيب رضوانه ورحمته، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يعلي درجته في المهديين، وأن يجعل العاقبة في ذريته وفي أبنائه دعوة التوحيد، وأن تكون هذه المناسبة عظة كما قال أخي الكبير الشيخ عبد الرحمن، لأن تتوحد الكلمة وأن تأتلف القلوب وأن تجتمع الصفوف على كلمة سواء، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل هذه الغاية الكبرى نصرة الدين وعزة الأمة هي التي تتواثق عليها القلوب، لا أن نرجع كفارا يضرب بعضنا رقاب بعض، فلتتسع النفوس ولتنشرح الصدور ولنجتمع على كلمة السواء. فإن الله تعالى يقول وهو يدعونا إلى أن نعتصم
بحبله أي بدينه أي بكتابه أي بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن نترسم هذه الخطى المباركة التي كان عليها الشيخ في هذه الهمة العالية، وهو قد تجاوز 90 من عمره، ما لانت له قناة وما وهنت له عزيمة. كان لآخر لحظة في حياته هجيراه وديدنه التعلق بهذه الدعوة والدعوة إليها والصبر والاحتساب فيما يلاقيه في سبيلها. فهلا ترسمنا هذه الخطى، هلا شرحنا صدورنا لبعضنا البعض أن نجتمع على هذه الكلمة ليجمعنا الله تعالى على حوض النبي الكريم يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم ألحقه بالصالحين واعل درجته في المهديين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعزيكم جميعا ونعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل، وعلينا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلنصبر ولنحتسب. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواني، نحن في مصيبة الموت، نحن في مصيبة الموت، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا المقام أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، وأما الآخر فأثنيتم عليه شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه. هذا ما يسلينا اليوم في هذا المقام، ما يعزينا في هذا المقام الجلل، أننا نرى هذه الوجوه وهذه الجموع وهؤلاء المحبون. هذه شهادة منهم على أن الشيخ رحمه الله تعالى كان على خير، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى، ولكنها شهادتنا التي شهدناها ونحن صغار في هذه الدعوة بدموعنا، ونحن نجلس نستمع محاضرات هذا الشيخ الجليل رحمه الله تعالى، نستمع للتوحيد في المولد وفي غيره وفي مسجده. عندما كنا نستمع له، هذه شهادتنا له أنه كان يحيا من أجل هذا التوحيد ويعيش من أجل هذا التوحيد، وكان يتمنى ويقول: أنا عاوز أعيش 160 سنة أدعو للتوحيد بس. يقول له: أعمار الأمة دي من 60 70. قال له: شيخ الهدي أنت ما فت؟ قال له: أنا فت فلتت. قال له: فلتك فلتني. قال: أنا الشيخ عمره أكثر من 90 سنة وكان ماشي في الدعوة. هذا الحادث كان ماشي في الدعوة. فيا إخوتي، هذا هو عزاؤنا والتحدي الذي أمامنا الآن. فقدنا شيخ التوحيد، فقدنا علم التوحيد. علينا جميعا أن نقوم من أجل هذا التوحيد، علينا جميعا أن نقف في وجه الدعوة إلى التوحيد، نقوم بها ونستهدي الفرجة ونحتمي بهذا المنهج العظيم الذي كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى. ولا شك أن الذي أمامنا الآن هو واعظ، ليس هنالك مكان أصدق من هذا المكان. ومثل هذا اليوم فأعدوا، فنحن يجب علينا أن نعد لمثل هذا اليوم بتوحيد كلمة أهل التوحيد وباجتماع كلمة أهل التوحيد أمام الشرك الذي يستجري الآن وأمام الباطل الذي يستجري الآن. فنحن يجب علينا أن نمد أيدينا ونشرح صدورنا، وبجنب أخي الحبيب الأخ عبد الكريم نحن يمد أيدينا، نحن نتوحد على من أجل هذا التوحيد. أنا أقول شهادة الله تعالى
وهذه يدي الاخ الكريم ان شاء الله تعالى واخواني جميعا ان شاء الله تعالى. ربنا يجمعنا على هذه الكلمه حتى نسير في هذا الطريق ان شاء الله تعالى ونحمل هذه الرساله. ربنا يتغمد برحمته ويجعل اجلنا مسواه العليين يدخل جماعه الحدود جناتنا جنات الخلود المردود المسكوب التي يرد الله مخطوعه ولا ممنوعه ويجعله في المهديين يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم على محمد. هدفنا يا جماعه يا جماعه ارجعوا ورا عشان التراب ده هنا. ارجعوا ورا طالعين في التراب. اطلع ورا. يلا ارجعوا ورا بالراحه. بس بعد الدفن يا اخواننا ما في عزا ما في سرادق. اداري عزا يا اخواننا قاعدين في الجامع لكن ما في سرادق في البيوت ولا في مأتم. دقيقة الشيخ. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وكتب على عباده الفناء. قال جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل